ابني النادي عشان يكون حتى مش أكبر قلعة رياضية، حتى التاني أكبر قلعة رياضية في مصر. ده أنت خليته تالت، وربنا يستر. يعني أنا خايف بجد على الزمالك من اللي بيحصل من جمهوره ومن إدارته، اللي هو داخل على فترة انهيار كبيرة وإفلاس وقضايا كتيرة و... وفعلا بيقع، فعلا بيقع. فيا ريت يعني نفوق شوية، يا ريت جمهور الزمالك يفوق شوية ويتعلم من جمهور الأهلي. لكن بالنسبة لبيراميدز يعني ما يتخافش منه، لأن نادي بلا جمهور مش هيقدر، مهما مهما كان السكواد بتاعه عالي، ومهما كان هو ماديا بيقدر يصرف مصروفات عالية جدا. فأولا يعني مفيش احترافية في إدارته، يعني مش هو النادي اللي بيدر المداخيل أو الإيرادات العالية للمنظومة بتاعته، أو مثلا يعني هي منظومة مربحة أو أو يدر على نفسه إيرادات عالية أو حقوق رعاية أو الكلام ده، زي ما الأهلي بيعمل، زي ما ليه فروع. لأن الأهلي جماهيرته كبيرة جدا، الأهلي جماهيرته كبيرة جدا في مصر وفي أفريقيا وفي الوطن العربي وحول العالم، واسمه كبير. ف بيحقق مداخل عالية جدا وبيحقق إنجازات كتيرة، لأن أولاده المخلصين ولأن جمهوره وراه، ونجوم الكبار هم اللي بيتصدروا الساحة. يعني لما الخطيب حتى يعني في ظروفه الصحية الأخيرة قال اللي هو يعني مش هيترشح تاني أو هينسحب من العمل العام في الأهلي وكده بسبب ظروفه الصحية، الجمهور ما وافقش. الجمهور ما وافقش لأن واحد بقيمة كابتن الخطيب ما ينفعش يكون موجود حتى لو صحيا، حتى لو ليه بعض الظروف الصحية، اللي هو ما يبقاش هو رئيس نادي الأهلي. نجم بحجم كابتن الخطيب لازم يفضل هو رئيس نادي الأهلي، زي ما ويكمل اللي عمله نجوم الأهلي الكبار، واللي عمله أساطير النادي الأهلي زي كابتن صالح سليم. يعني أتذكر إن كابتن صالح سليم برضو كان صحيا برضو ظروفه الصحية كانت صعبة في الفترات الأخيرة من إدارة النادي الأهلي. يعني أتذكر ماتش الأهلي وريال مدريد، كان مش موجود في مصر وكان في رحلة علاجية، وكان رغم كده كان بالتليفون بس، يعني كانوا بينقلوا له الأخبار وبينقلوا له للأهلي، بس كان اسمه موجود وكان روحه موجودة، وكان بيساند الأهلي لغاية آخر لحظة في حياته. هو ده الفرق بين الأهلي والزمالك، هو ده الفرق بين الأهلي وبين أي فرقة تانية مصرية أو عربية. جمهور جمهور الأهلي رقم واحد. لو لو الزمالك فعلا عاوز ينافس الأهلي وعاوز يرجع تاني زي الأول ويسحب المسابقة من تاني من تحت بيراميدز، لأن ده المفروض الطبيعي وده اللي احنا عاوزينه. إن احنا محتاجين الفرق الجماهيرية هي اللي تتصدر، يعني فرق زي الزمالك بجمهورها هي اللي يعني هي اللي هتخلي المنافسة حلوة. لكن بيراميدز الذي بلا جمهور ده، يعني المنافسة هتبقى يعني مسخ.
فيا ريت جمهور الزمالك يفوق، واعلام الزمالك يفوق، وابناء الزمالك يفوقوا، ويدوا بقى الفرصة لأبناء الزمالك المخلصين الخلوقين اللامسين الخلق، الناس المحترمة بجد، اللي هم يتصدروا الساحة، يقفوا ورا ناديهم، وما يبقاش الموضوع مجرد اللي انت عاوز بس يعني ايه نكاية في الأهلي تروج الأكاذيب، تنال منه، تحاول تقلل من إنجازاته. طب ما تركز في نفسك، ركز في نفسك وابني فرقتك. انت انت برضو نادي يعني جماهيريتك مش قليلة، يعني هتيجي بعد الاهلي اقل من الاهلي، بس نادي جماهيريتك كبيرة برضو على مستوى على نفس المستويات يعني اللي احنا اتكلمنا عليها، سواء في مصر او في الوطن العربي او في افريقيا. فليه ما تستغلش هذه الجماهيرية برضو في تحقيق مداخيل للنادي؟ هي كل الحكاية اللي فعلا لازم أبناء النادي أو الناس اللي تتصدر الساحة ويكون وراه الجمهور، يكون وراهم الجمهور وأولهم الجمهور، اللي هم يركزوا في ناديهم ويبنوا ناديهم بأسلوب المنافسة الشريفة، بالأسلوب اللي احنا نركز في فرقتنا، ما نركزش اللي احنا نقلل من إنجازات فريق تاني هو فعلا أكبر فريق في أفريقيا، هو نادي القرن في أفريقيا. يعني طب احنا نشوف الأهلي مثلا ايه اللي وصله لكده، ونحاول نقلده، نحاول نشوف نموذج النجاح ده، ونشوف العوامل اللي أدت للنجاح، ونحاول نشتغل على نفسينا. لكن اللي احنا نقعد نطلع على الإعلام ونقعد نتكلم اللي احنا نفسنا الأهلي يخسر، أو نفسنا الأهلي ما يبقاش بياخد الدوري كل سنة، أو نفسنا الأهلي أي فرقة تغلبه خلاص، حتى لو ماتش كده في الدوري ولا تاخد منه بطولة، وحتى لو مش احنا نفسنا اللي احنا نقلل من إنجازات، يعني نحاول نقلل من إنجازات الأهلي ومن بطولات الأهلي، ونقول بطولة أفريقيا دي بطولة ضعيفة، ونقول بطولة ضعيفة طالما إن إحنا مش بنلعب فيها. يعني طالما الزمالك مش بيلعب فيها يقول الدوري أقوى، لكن لو هو بيلعب فيها يقول لا ده بطولة أفريقيا قوية. فياريت يا جماعة نركز، وياريت نعمل اللي علينا ونشتغل عشان أخاف بجد على الزمالك.